انزل على السطر، امشي على السطر، اطلع فوق السطر. حرف التاء. هذه غلط تماما، طريقة خاطئة جدا، وإياك أن تعلمي طفلك بهذه الطريقة. لن يتعلم ولن يتأسس بالطريقة الصحيحة. طيب، ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أن يمشي الطفل ب4 مراحل. أول مرحلة شرطة نايمة على السطر، مرة أخرى شرطة نايمة على السطر، ويكرر هذه الخطوة أكثر من مرة، 10 مرات. شرطة نايمة على السطر 10 مرات، 7 مرات، 5 مرات، يعني الطريقة اللي تفضليها. المرحلة الثانية انزل على السطر، امشي على السطر بس فقط. ممكن طريقة أخرى شرطة نايمة على السطر، اطلع فوق السطر. هذه الطريقتين أفضل من بعضهما، أيما شئت اختاري. انزل على السطر، امشي على السطر، ويكررها هكذا أكثر من مرة. هذه هي الطريقة الصحيحة، وهذه المرحلة الثانية وأصح طريقة. المرحلة الثالثة بعد امشي على السطر، امشي على السطر. لاحظوا معي، انزل شرطة نازلة على السطر، امشي على السطر، اطلع فوق السطر. هكذا مرة أخرى بطريقة أخرى. شرطة نازلة على السطر، امشي على السطر، اطلع فوق السطر. طريقة أخرى شرطة نايمة على السطر، يد من هنا ويد من هنا. الطريقتين معك، أيما شئتي اختاري. هذه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. آخر مرحلة وهي المرحلة الرابعة. هيا بنا انزل على السطر، ودي أهم مرحلة. انزل على السطر، امشي على السطر، أهم شيء السطر. اطلع فوق السطر، بوسة الماما اللي هي نقطة، وبوسة البابا النقطة. بهذه الطريقة ابنك لن يستطيع أن ينسى هذا الحرف أبدا في حياته، لن يستطيع. وقد جربنا هذه الطريقة مع طلابي، كانت رائعة للغاية. شرطة نايمة على السطر، يد من هنا ويد من هنا، بوسة الماما وبوسة البابا. وأكثر شيء يتعلق به الطفل هو الأم والأب، فلذلك اربطي الحرف بأكثر شيء يحبه. مرة أخرى شرطة نايمة على السطر، يد من هنا ويد من هنا، بوسة الماما وبوسة البابا. بارك الله فيك. بطريقة هذا طفلك لن ينسى 100% الحرف. نكتبه أكثر من مرة بهذه الطرق. حرف الساء ليس لنا حاجة أن نكتبه، نجعل له فيديو مخصوص، ولكن هعلمك هنا كيف تكتب حرف الثاء بطريقة صحيحة. بعد ما انتهينا من الألف والباء والتاء نأخذ الثاء. شرطة نايم، انزل على السطر، شرطة نايم على السطر، اطلع فوق السطر، بوصة الماما وبوصة البابا وبوصة المس إيمان. نفس الشكل، ولكن أننا نزود نقطة واحدة التي نزودها. انزل على السطر، امشي على السطر، اطلع على السطر، بوصة الماما، بوصة البابا، وبوصة المس إيمان. بهذا قد انتهينا من الألف والباء والتاء والساء. انتظرونا إن شاء الله في فيديو آخر للجيم والحاء والخاء مرة أخرى، أو الجيم فقط والحاء والخاء مرة أخرى. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشير ليجعل كل طلاب يستفيدون من هذا الفيديو. أحبكم في الله. انتظرونا في فيديوهات تانية كتير. كن معي في الخطوات الصحيحة، وامشي بهذه الطريقة. صدقا لا يستطيع طفلك أن ينسى أبدا في حياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.